السلام عليكم ومرحبا بجميع متتبعي وزوار القناة. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد ووجهة سياحية جديدة. كما راكم تشوفوا الان رانا متواجدين ببجاية وين رايحين نشوفوا مبادرنا شلالات كفريدة، هذه المنطقة السياحية الطبيعية بامتياز والتي تعتبر مقصد وملاذ للمصطافين والسياح اللي يقصدوا بجاية على مدار السنة، اللي جاي في جبال بجاية الشرقية، يعني في الطريق الوطني رقم 9 اللي يربط بين ولايتي السطيف وبجاية. هذه الشلالات ذو المياه الطبيعية الباردة، ومصطلح كفريدة من أصل روماني معناه الينبوع الجديد والطازج. هذا الشلال يبلغ الارتفاع تاعو حوالي 50 متر، المياه تاعو تتدفق على شبه بحيرة بقطر يقارب 20 مترا، إذ يعتبر هذا الشلال من بين الشلالات الأطول والأغزر في الجزائر. يتواجد هذا الشلال داخل غابة ساحرة على منحدر جبل مزين بغطاء نباتي جد متنوع من أشجار الصنوبر والزيتون، والتي منحت المكان جمالا خاصة، وما زاده روعة ذلك التزاوج بين الخضرة وصفاء مياهه العذبة. كما راكم تشوفوا بجنب هذه الشلالات توجد العديد من المقاهي والكافيهات، عندكم كذلك دي بوتيك وين يبيعوا دي زاكسيسوار، عندكم الأواني والفخار، كذلك الألبسة التقليدية القبائلية، يعني وين تقدروا تديو معاكم كيك وتريك دي سوفونير من هذا الشلال. كما راكم تشوفوا بلاصة اللي ننصحكم بها جميع من يزور ولاية بجاية، ننصحوه بزيارة هذا المكان وين رايح يدخل رايح يستمتع بوقت جد رائع. تبدأوا معنا خوتي الفيديو حتى النهاية وين رايحين تستمتعوا معنا ان شاء الله. ما تنساوش ابونيو في القناة بالناس اللي مشهم مشتركين، وضغطوا لنا جيم اسفل هذا الفيديو، وبارطاجيوه مع خواتكم احبابكم واصحابكم باش يستمتعوا. تقبلوا تحياتي، سلام.
في ختام هذا الفيديو ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم خاوتين. نتمنى ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا من خلال هذه الجوله في شلالات كفريده. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم خاوتي، الى الملتقى في قدم فيديوهاتنا. سلام.